مساء الخير عليكم، وإن شاء الله يكون اليوم السادس في رمضان أو السابع أو الرابع على حسب إحنا عرضنا إمتى. يكون بخير ويكون الصيام ماشي معاكم تمام والعبادات تمام والصلاة تمام، وتكون الأحداث اللي إحنا بنعملها لكم بتولد عندكم مشاعر إيجابية فبتحطكم في حالة تخلينا نكمل. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الزهق أو الملل أو الرتابة. واتفقنا في أول الحلقة إن في ألفاظ بتعبر عن المشاعر للناس اللي بتحب اللغة العربية واللسان العربي، وإن شاء الله نبقى نعمل لكم عنها يعني حلقة لما نخلص رحلة الاكتشاف دي. فنعرف إنه لما بنتكلم عن الزهق إحنا بنتكلم عن المشاعر، ولما بنتكلم عن الرتابة دي الحالة اللي بتنتابنا لما نزهق. طيب، هل الزهق رسالة إيجابية ولا مشاعر إيجابية ولا مشاعر سلبية؟ فتعالوا نعرف إحنا بنزهق ليه. عايزكم كلكم تفكروا كده، لما بيجيلك إحساس الزهق بيجيلك ليه وإمتى؟ فكروا شوية، فكروا شوية. زهقتوا؟ طيب، الزهق بيجي إمتى؟ الزهق بيجي كرسالة بتقول لعقلك إنك بطلت تحصل على قيمة من اللي أنت بتعمله دلوقتي، لو سمحت غير. شفتوا الموضوع بسيط إزاي؟ إحنا بنزهق لأن عقلنا بيقول لنا إن إحنا حصلنا على كل القيمة اللي إحنا عايزينها من الحاجة اللي إحنا بنعملها دلوقتي، وبالتالي لو سمحت غير اللي أنت بتعمله. فتعالوا ناخد شوية أمثلة. مثلا أنا بشتغل كتير، زهقت فعايز أتسلى في حاجة. أغلب الناس دلوقتي بتتسلى في إيه؟ يمسك الموبايل ويقعد يتفرج على شورتس وحاجات، فيلاقي نفسه زهق وهو بيعمل كده. فيلاقي نفسه عمال يعمل إيه؟ عمال يفلك يجري 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 التليفون بسرعة بسرعة بسرعة، علشان عايز يوصل لفيديو ما شافوش قبل كده أو موضوع ما شافوش قبل كده. ومن إحساسك بالزهق بتفضل تعمل بسرعة. الزهق جاي يقول لك لو سمحت أنت أخدت كل القيمة بتاعت التسلية من التليفون، روح اتسلى بطريقة تانية. روح اتسلى بطريقة تانية. عكس السائد والمتوقع ان الناس تقول لك ايه، الزهق بيجي يقول لك سيب الكلام الفارغ اللي بتعمله واعمل حاجة مهمة. ده هو الكلام الفارغ. الزهق ملوش دعوة انت بتعمل ايه، الزهق ليه دعوة انك ايا كان الهدف اللي انت عايز تعمله، لو اخدت كل القيمة اللي فيه في اللحظة دي، فلو سمحت غير. فالزهق بيقول لك لو عايز تتسلى بطل تتسلى بالتليفون، روح قابل اصحابك، انزل العب كورة، روح مارس رياضة، اتسلى بطريقة تانية لان القيمة دي خلصت. لو أنا باقرا كتاب وكتاب مهم جدًا وممتع جدًا ولطيف جدًا، قريت منه مثلًا 15، 20 صفحة فزهقت، ده معناه إيه؟ إن عقلي أخد كل القيمة اللي يقدر يحصل عليها من الموضوع ده النهارده. فأعمل إيه؟ آخد بريك، أقفل الكتاب وأروح أعمل أي حاجة تانية أنا عايز أعملها، وأرجع للكتاب بتاعي بُكرة، وأرجع للكتاب بتاعي بعده، وهكذا. فالزهق بيقول لك إنك أخدت كل القيمة. عشان كده في ناس ممكن تقعد مثلًا تفتح مسلسل أو تفتح كتاب وما تبطّلش قراية تخلّصه لحد الآخر. ليه؟ ما فيش لحظة الشخص اللي كتب الكتاب، الراجل اللي بيعمل البرنامج، الحكّاء اللي بيحكي الحدوتة، قدر يخلق حدوتة تخلق لك value وقيمة كل لحظة، وبالتالي أنت عمّال تشتغل، عمّال تشتغل، كل حاجة تشدّك للي بعدها، تشدّك للي بعدها، تشدّك للي بعدها. وبالتالي في دايما قيمة. إذا الزهق رسالة مهمة جدا 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 جدا، بتقول لك إمتى تغير لما القيمة اللي أنت بتحصل عليها تخلص. فلو أنا النهاردة بقرأ كتاب وزهقت، ما أروحش بقى أجيب كتاب غيره، لا، أغير الموضوع اللي أنا بعمله، أتفرج على التلفزيون، أنزل أقابل أصحابي لو أنا بتسلى. طب لو أنا بشتغل فاتح باوربوينت وعندي برزنتيشن بكرة، عرض تقديمي وبجهز البرزنتيشن وكده، فعايز أجهّزها، لكن زهقت من الشغل على الpresentation، تمام، اقفلها وافتح الExcel sheet واشتغل في الأرقام وجهّز ميزانيتك، اقفلها واشتغل في موضوع تاني مع الteam، اعمل meeting، اقعد مع يعني غيّر اللي أنت بتعمله، بس لازم يتغيّر تغيير كلّي، عشان ما فيش حاجة اسمها أنا زهقت من الفيلم فهادوّر على فيلم تاني أو فيلم تالت. أغلب الظن إنك محتاج تغيّر تمامًا. إذًا الزهق على المستوى الأساسي رسالة مهمة جدًا، جدًا، جدًا في تجديد القيمة اللي أنت بتعملها. وموضوع القيمة ده بعد لمّا نشرح كل المشاعر هنرجع له لأنه موضوع مهم جدًا. بيتهيأ لي إن الموضوع الزهق بقى واضح
الرتابة بقت واضحة، وبالتالي في ناس بتبقى ملولة، حياتها ماشية بمنهج معين، يصحى الساعة كده، يعمل كده، يسوي كده، يسوي كده، يسوي كده. فأنا طول الوقت باصحى الساعة 5، بقى أنا باتكلمكم عن نفسي، باصحى الساعة 4:30 مثلًا، أروح الgym الساعة 5، أخلّص شغل الساعة خلّصت الgym الساعة 7، أبدأ أشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 9 وهكذا. هل بافضل أعمل كده كل أسبوع؟ لأ، ساعات بازهق من الروتين دوّة، فاقوم أصحى الساعة 5، أبدأ بالشغل الأول وبعدين أعمل الgym بتاعي بالليل، يوم أskip الgym وأروح اليوم اللي بعده. لكن في روتين متنوع، القِيَم بتاعته مختلفة، وبالتالي باحصل على قيمة مختلفة كل يوم أو كل أسبوع، على حسب أنت عايز ترتّب جدولك إزاي وتفضل تشتغل عليه. فأنا زهقت من الروتين، لكن ما زهقتش من القيمة اللي باحصل عليها من الgym، ما زهقتش من القيمة اللي أنا باحصل عليها من الشغل، ما زهقتش من القيمة اللي أنا باحصل عليها وأنا قاعد باتكلم معاكم النهارده. بالعكس، حبيت أول ما قُلتها لي إني هافضل عايش بالمايك والكاميرا. دي كلها حاجات لطيفة. فدي حدوتة الزهق والرتابة، وعايز تسميها رتابة ماشي، عايز تسميها زهق ماشي، عايز تسميها ملل ماشي، عايز تسميها boredom أوكي، الmessage ما بتتغيّرش. وبالتالي أحداث بتحصل عقلك بياخدها، يمتص القيمة اللي فيها، فالمشاعر بتاعتك بتقول لك لو سمحت غيّر اللي أنت بتعمله. فأول لمّا نغيّر، مشاعر الملل تختفي. جرّبوا الحكاية دي، جرّبوها النهارده، يعني أي حد فيكم شعر بزهق بأي حاجة، أنت قاعد بتتفرّج عليّا حتى ولقيت نفسك زهقان، روح لأصحابك، العب PlayStation، انزل العب كورة، اعمل رياضة، صلّي، غيّر بس تغيير كلّي بعيد عن الموضوع. مش تسيب البودكاست ده تروح للبودكاست اللي بعده، تروح للبودكاست اللي بعده، أو من الفيلم ده للفيلم ده للفيلم ده، لإن ده ما بيغيّرش في القيمة المضافة للشيء اللي أنت بتعمله. والحاجات اللي بنزهق منها هتلاقوها في الآخر نوعين، حاجة بازهق منها زهق مؤقت. فأنا النهارده لو كان البودكاست بتاعي ده مثلًا مدته ساعة، وبالمناسبة دي إحنا إن شاء الله في إبريل هنعمل فورمات أطول من كده، يعني هيبقى مدته ساعة، ساعة وربع. أعتقد إنكم مش هتزهقوا مني فعشان كده باطوّله. لكن الفورمات ده هيكون بالإنجليزي، بيحكي نفس الحدوتة، لكن النسخة الإنجليزي هتتكلم عن الbusiness أكتر، فإزاي ناخد الstate architecture في إزاي إحنا بنصمم الحالات بتاعة الموظفين بتوعنا، إزاي بنصمم الحالات بتاعة المديرين، إزاي بنصمم الحالة بتاعة الmarket، إزاي الحالة بتاعة الclients والعملا بتوعنا. فدي هتبقى حلقات مهمة جدًا، جدًا، جدًا لأي حد عايز يبدأ business جديد، لأي حد executive بيشتغل CEO أو CFO أو أيًا كان الexecutive level بتاعه أو middle manager، في إزاي تخلق حالات من الناس تقدر تساعدك إنك تأدّي. بس يا شباب، دي كانت الخلاصة. بيتهيأ لي الحدوتة بتاعة الزهق دي حدوتة قصيرة ولذيذة، فمش هتلحقوا تزهقوا منها. إذًا الزهق هي مجموعة information جمعناها بالحواس بتاعتنا، فالمشاعر بتاعتنا قالت لنا أنت أخدت كفايتك من الموضوع ده، لو سمحت يا يسري غيّر، فيسري يغيّر الموضوع اللي هو بيعمله. فلو بيتسلى بالتلفزيون ينزل يلعب كورة، لو بيشتغل على الإكسل يشتغل على الPowerPoint، لو بيشتغل على المشروع A يشتغل على المشروع B، لو قاعد في البيت يقابل ناس، لو قاعد مع ناس يقعد لوحده، وهكذا. اعمل تغيير هتلاقي الزهق اختفى في ثانية. جربوا الحكاية دي النهاردة، وبكرة إن شاء الله هنتكلم عن الخوف، ونعرف هل الخوف حاجة بايخة؟ هل الخوف حاجة سلبية؟ هل فعلا الناس اللي بتتكلم عن الخوف على إنه مشاعر سلبية دي حاجة وحشة؟ هنعرف الكلام ده بكرة. شكرا جزيلا، ونتقابل بكرة على خير. وما زلت هقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكان معكم يسري عصمت. أنا قلت لكم أنا بحب أقول الحكاية دي بس نسيت بقولها في المرتين اللي فاتوا. واشوفكم على خير بإذن الله مع الخوف. شكرا.